السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. انا منى من قناة منمن احمد، جايلكم النهارده في فيديو جديد. قلت اما اصورها لكم وانا بقفل يعني حاجتي وكده. دي هدومي اللي انا جايباها. فانا هوريكم، دي شنطة السفر اهي. فانا هوريكم ازاي هحط هدومي. طبعا انا هدومي كمية كبيرة جدا، فهحاول على قد ما اقدر ان انا احطها في مساحة تكون كويسة. ده هو القطيفة. انا عايزة افصل الشتوي عن الصيفي بس مش هعرف، لان جلابية اهي وفي بيجامتين صيفي فهم محطوطين في نفس الكيس، فمش مهم يعني هحطهم كده مع بعض. وده ترنج قطيفة، دي بيجامة تانية اهي. انا مش عايزة احط الحاجة بصراحة تستغل مساحة كبيرة، فهحاول كده معاكم ان انا ثواني خليكم معايا اهو يا بنات. معلش كنت بظبط الكاميرا، فهشوف انا هرص الحاجة ازاي. هحاول ان انا احط دي هنا، والقطيفة ده هحطه هنا. ممكن لو كمان اعرف الفه اكتر واعمله رول كده واقوم حطاه هنا. دي كمان بيجامة اهي. عايزة احاول على قد ما اقدر ان انا استغل يعني المساحة في الهدوم كتير. دي برضو جلاليب اتنين كده زي بعض، شكلهم حلو قوي، نحطهم فوق بعض. اهم حاجة في تخزين الهدوم ان انتوا تحطوا صابون ما بين الهدوم، علشان خاطر ان هي ما يحصلهاش حاجة يعني كده. هحط هنا واحدة اهي، حتى لو هي في اكياسها هحط هنا واحدة. ده برضو ترنج اهو، هحطه، هحاول احطه هنا. ودي بيجامة برضو هحاول احطها هنا. انا الهدوم دي بصراحة كنت حطاها في شنطة اللي هي المشمع الكبيرة، بس كده كده كنت ناوية ان انا انقلهم في شنطة السفر يعني وكده. فقلت ايه اعملها بالمرة وانا قاعدة. وده برضو ترنج اهو. تمام، احنا بس عايزين نشوف يعني ان احنا نرص الهدوم ازاي. انا برصها معاكم بشكل تلقائي على فكرة، مش ممكن نحط دي جلابية برضو شتوي، ممكن نحطها هنا في النص كده. نحاول نضغط كده ونجبس عشان تاخد مكان. لسه وانا بطلع يا بنات اكتشفت ان انا جايبه كميه شرابات فظيعه. انا ما كنتش اعرف ان انا جايبه كل ده. الكيس ده برضو فيه عبايه تقريبا، فيه عبايه وفيه حاجات يعني برضو. فعايزه اضغطها كده واحاول ان انا انزلها هنا في النص. تمام. البيجامات دي انا جايبه منها كتير جدا، زي ما قلت لكم. دي البيجامات بتاعه الخاصه بالنوم. طبعا في اشكال كتير، ف بيبقى عليها الشورت ده. الحاجات دي اللي خاصه بالنوم يا بنات، مش يعني مش بيجامات عاديه تقعدي بيها، لا دي تنامي بيها بس. يعني معنى اصح ما ينفعش حد يشوفك بيها. ودي برضو عبايه، هحاول ان انا احطها هنا. دي برضو بيجامه في كيس كده، ممكن نخليها في كيسها بس انا عايزه اتنيها بصراحه. يا رب بس البتاعه دي تاخد. تمام. ده ترنج كده، ده جاكيت ترنج، ده كان عندي انا واخده البنطلون بتاعه. فعايزه برضو
احطه هنا. لو الفيديو لقيته طويل يا بنات هقسمه لفيديوهين. شرابات، جايبه شرابات كتير جدا يعني. بصوا كل دي شرابات تقريبا، جايبه الالوان كلها، مش عارفه كانت فين دماغي بصراحه. وجايبه الخطيبي كمان، يعني شرابات كتير قوي مهما ادور اهي. كل دي شرابات. بصوا شرابات قد ايه، اكني هبيعهم. شرابات كتير جدا، فانا عايزه اخليهم كده بس على جنب، احطهم على الوش. دي برضو بيجامه. كنت جايباها. البيجامات دي حلوه جدا يا بنات، واسعارها مش غاليه. انا جايبه من دول كتير يعني. انتوا ما تجيبوش كتير عشان في اشكال كتير بتطلع، بس انا جايباها اشكالها يعني مش بتبطل وكده. ف في اشكال كتير بتطلع، فحاولوا ان انتوا ايه. في ترنج برضو قطيفه. بالنسبه للهدوم الشتوي انا قلت لكم هاتوا في قطيفه وفي شموع وفي حاجات، فانا بصراحه منوعه. جايبه القطيفه وجايبه القطن وجايبه كذا حاجه، وجايبه اكتر من حاجه. تمام. هنحط دي بناطيل كارينا كده، انا كنت جايباها اللي هي بتتلبس عليها الباديهات دي في البيت. دي بناطيل بس برضو جايبه ست بناطيل نص دستة يعني. كنت جايباهم من العتبة، اكيد لو انتوا من القاهرة او بره هتعرفوهم. بقى دي 2 وادي 3. اخترت بصراحة الوان حلوة، وادي الاسود. ودي برضو زي شروطة كده بس في السادة وفي المشجر. انا جايبة المشجر، بيعجبوني جدا برضو، بحبهم. هما شوية ممكن يكون شكلهم فلاحي بس انا بحبهم يعني. كده كده بيبقوا تحت الهدوم. اهو ده برضو لون تاني النبيتي والرصاصي. هما 6 اهو. 6 الوان، مختاره الوان مختلفه. ينفع تلبسي عليها بادي في الشقه، ممكن تلبسي عليها تونيك طويل. يعني بيتلبس عليها حاجات كتير بصراحه. دي جلابيه كده فسكوس. انا بحب الجلابيه الفسكوس جدا عشان بتبقى طريه كده على الجسم. ممكن تقعدي بيها، ممكن لو حد جالك مثلا حماتك، حد من قرايبك تلبسيه يعني جلابيه وكده. ودي برضو بيجامه عليها فيل صغنطوط كده على السول. هحطها برضو هنا. اتمنى يكون التصوير واضح، انا بصراحه لسه مش عارفه. ده حلو جدا يا بنات، كنت جايباه من الصينيين اللي بيبقوا بيلفوا كده. ده عباره عن قميص كده قطن بس حلو قوي، وده الروب بتاعه جميل. انا مش بفرج الهدوم، انا بس عايزه اوريكم طريقه رص في الهدوم، يعني ان احنا نحطها في مساحات. المساحه تكون يعني تصغروا المساحه عشان تاخد هدوم كتير. بالنسبه للبناطيل ممكن تكون كتير، يعني في بنات ممكن تقولي انت جايبه 6 كتير قوي. انت ممكن تجيبي 2 أو 3 براحتك، بس انا بصراحه بحبهم. وبرده الشروطه نفس القصه انا بحبها. دي حريه شخصيه، الالوان حريه شخصيه، الخامات نفسها حريه شخصيه براحتك. دي بيجامه كده فسكوس برضو. انا بحب البيجامات الفسكوس جدا بصراحه. خامتها روعه يعني، خامتها بجد حلوه قوي. هما كده كده كانوا جايين هديه، فانا ما قلتش لا يعني. تمام. وبرده دي بيجامه اهي. هتلاقوا البيجامات اللي هي الخامه دي هتلاقوا فيه اشكال والوان كتير جدا. بس يا بنات عشان ما اطولش عليكم كده الفيديو كتير يعني، ما اطولش عليكم. ادي رصة الشنطة. تمام. هحاول ان انا اقفلها، وطبعا ممكن احط حاجات تانية فوقيها بس انا يعني مش عارفة لسه هحطه ولا لا.